ربنا في القرآن عرفنا الحلال والحرام في الأكل والشرب واللبس والعبادات والجواز والحرب والسلم والبيع والشراء والعقود والمواريث والشغل والراحة. عرفنا ازاي نحسن للوالدين وللجار، وازاي نخاف على أعراضنا وأعراض الناس، وحرم علينا فلوسهم وحقوقهم، وحرم فلوسنا وأعراضنا عليهم. وعرفنا ازاي ندافع عن الضعيف وناخد حق المظلوم، وازاي نربي عيالنا ونتعامل مع أزواجنا. عرفنا ازاي نتوكل عليه ونرتبط بيه ونحسن الظن بيه، ووصف لنا يوم القيامة كأننا شفناه وعشناه بالفعل. وعرفنا ان حوالينا ملائكة بتحرسنا وملائكة تانية شهداء علينا، وكل حاجة بنعملها بتتكتب، وكلنا هنشهد على بعض يوم القيامة، وحتى أجسامنا هتشهد علينا. ربنا قال كل حاجة في القرآن، مفيش حاجة ممكن تحتاجها في طريقك في الحياة لحد ما تطلع منها لو حريص تعيش صح وتطلع منها على خير وتوصل لبر الأمان، إلا ما ربنا قال لنا عليها في القرآن، وبعت لنا رسوله عليه الصلاة والسلام عشان يورينا التطبيق العملي الصحيح ليها. ربنا بيقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن رحمة ربنا لينا. فبذمتك بعد كل ده في حد عنده قلب يفضل لسه بعيد عن كلام أرحم الراحمين؟ انوي من النهاردة تفتح كتاب ربنا وتتعلم منه، تخليه دستور حياتك، وتسمع وتحس برحمة ربنا فيه، لأن مفيش في الدنيا أرحم علينا من ربنا، وربنا كريم.